بعض الناس فهم من كلامكم في كتاب التوحيد الذي هو من تأليفكم حول قضية الحاكمية، الحكم بغير ما أنزل الله، لأنكم تكفرون الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله بعينه، وينزلون هذا الكلام على حكام الخليج. هو يدور الأشياء الكلام واضح، ما في إشكال، الكلام واضح وفي تفصيل مذكور. وقيل بعد ذلك إن اللي يزيح الشريعة نهائيا ويجعل مكانها القانون هذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن من الشريعة، ومن رأى هذا الرأي هو كافر ما في شيء. ونبدأهم بنفس الشيء، لكن هم يأخذون حسب فهمهم اللي يصلح لهم ويتركون بقية الكلام، ولا لو قرأوا كلام من أوله اتضح. يعني حكام الخليج يا شيخ لا ما يقدر على حكام الخليج، ما يقدر عنهم ولا يشترطهم ولا يشترطون، كلام عام. أما الأشخاص والمعينين لا يحتاجون هذا نظر. الفرق يا شيخ بين التعيين وبين الحكم العام. بين الحكم العام وإنما أنتم أردتم الحكم العام الله يحفظكم. الحكم العام لا شك. إلا قلنا حكام الخليج لا ما ذكرتم، لكن هم أخذهم الهوى. ما هو بنافعهم. هذا لا تفرق حكام الخليج. شو يسوون؟ هذا إصلاح تفسير حكام الخليج، هذا هو من الإصلاح. ليس من